يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد؟ فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه، وهؤلاء المنافقون هلكوا وهم كافرون بالله وآياته. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم من أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس. ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم، فهو عربي مثلكم، شاق عليه ما يشق عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول: يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت
وهو سبحانه رب العرش العظيم. سورة يونس مكية. من مقاصد السورة تقرير النبوة بالأدلة، ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله، وأن يبشر الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه. قال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في 6 أيام، ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم؟ وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع. ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده. أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم. وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر. يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق، ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به،
وقدر سيره بعدد منازله 28، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة. لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام، وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق، ليظهر قدرته وعظمته للناس. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.